طبعا انا عملت كام صباع كفته كده لسببين. اول سبب عشان اكلها مع الاكل اللي انا كنت بعملها معاها اللي هو المحشي طبعا. وتاني سبب عشان خاطر اوريكم فايدة ورق الكرفس الفرنسي بيعمل ايه في الحاجة اللازقة او الانسجة اللحوم اللي بتلزق. طبعا بعد ما حطيت الكفتة وبدأت تلزق معايا نزلت بورق الكرفس. بعد ما نزلت بورق الكرفس حطيت الكفتة. وبعد كده بعد ما حطيت الكفتة بدأت ان انا طبعا اخلي ورق الكرفس يبقى هو الملامس للطاسة. طبعا بدأت ان انا اخلي الكفتة على الطاسة تاخد فترة، يعني ما تكملش عن دقيقة بالظبط. بدأت ان انا اخلي الكرفس كده يستاخر او ازقه كده بنفس زي ما انتوا شايفين كده. فرق طبعا بين الطاسة لما اتحط عليها الكرفس كان شكلها نضيف. يا دوب غسلتها وطبعا طلعت الكفتة. بصراحة كان طعم الكفتة كان جميل أوي، وكمان الكرفس ادى فيها تيستنج حلو وادى فيها طعم. أتمنى لو فعلا الفيديو عجبك جربه وقول رأيك. السلام عليكم.